السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. 5 علامات لو شفتها على الفرخة يبقى هتبيض النهاردة. امتى تعرف ان الفرخة دي هتبشر وايه العلامات؟ طبعا الموضوع ده هيفيد كتير من المربيين اللي بينتظروا الانتاجية، خصوصا اللي فاتحين مشاريع ومستنيين اول يوم انتاج. هيفيدهم فايدة كبيرة جدا جدا جدا. بس انت ايه، خليك عارف ان العلامات دي ممكن تختلف اختلاف طفيف كده من سلالة للتانية، لكنها علامات عامة وهتفيدك فايدة كبيرة. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديدة اول باول. يلا بينا ندخل في التفاصيل بتاعتنا على طول. طبعا احنا عارفين كويس قوي انه البيض اللي بيجي في الاول ده بيض البشاير بيكون مبهج جدا وبيفرح. واول علامة بتعرفك انه الفرخة هتبيض شكل الفرخة الخارجي، المنظر العام. يعني مثلا العرف والدلايات لونهم بيبقى احمر دموي فائع، بنحس انه العرف سخن كده ودافي ومليان دم، عكس الفرخة اللي لسه بدري عليها لما تبيض بيبقى عرفها باهت وصغير. برضو من الصفات الشكلية ما يتعلق بالعرف والدلايات، لونهم بيبقى لونهم بيبقى احمر دموي فائع، وبتحس برضو ايه ان هم حجمهم بقى مختلف. يعني مش بس العرف والدلات بيبقوا دافين كده ولونهم احمر، لا كذلك حجمهم بيبقى مختلف. وبرضو عندنا اتساع الحوض، الفرخة بتبدأ تحدف لورا كده، بتمشي ماشية معينة بنسميها مشية البطة، وده لأن عنقود البيض بدأ يتقل جسمها، وبدأ جسمها يهيأ لخروج البيضة. عندنا برضو اللون والريش، بتلاقي الريش بقى ايه، بقى بيلمع، فرخة بقت رايقة وصحتها حديد بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا عليها، وان هي كبرت ونمت ووصلت الى هذه المرحلة. علامات دي مهمة جدا، هي علامات صحيح شكلية لكنها مهمة جدا جدا وبتفرق ما بين مربي والتاني. تمام. تعال اقول لك بقى على اختبار بيعملوا ايه المربيين اللي عندهم خبرة، وهو اختبار الاصابع. ركز معايا عشان تعمل الموضوع ده صح من غير ما تأذي الفرخ. احنا بقى هنا ايه هنعرف بايدينا. حضرتك بتمسك الفرخة وبتحط صوابعك عند عظمتين الحوض اللي هم عند مخرج البيض. لو لقيت المسافة بين العظمتين بتاخد صباعين او 3 بالعرض، يبقى مبروك عليك، الفرخة دي عنقودها شغال والمخرج بتاع البيض بدأ يفتح وهتبيض خلال ايام او ساعات. لو المسافة ضيقة يبقى لسه قدامها شوية، يعني لو المسافة مثلا بتدخل صباع واحد، لا لسه شوية. مسافة بتدخل صباعين، قربت. المسافة بتدخل 3 صوابع، كده هي بقى ايه، خلاص كده هي بقت جاهزة ان هي تخرج البيضة، يبقى جاهزة ان هي تديلك الانتاج اللي انت مستنيه، واللي من المفترض ان احنا ايه كلنا بنبقى مستنينه لما نربي فراخ بياضة. تعال نروح بقى ايه لتصرفات الفرخة الجريبة، ودي العلامات المؤكدة واللي مش هيفهم فيها غير صاحب الخبرة. يعني هي علامات مؤكدة، بس عشان تلاحظها لازم يبقى عندك خبرة، لازم يبقى شفتها قبل كده، او لما اوصفها لك تفهمها كويس. تمام. لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، تمام، الحالة النفسية. الفرخة اللي عليها بيضة بتبدأ تعمل حركات غريبة بسبب ان نفسيتها مش مستقرة. يعني مثلا بتدور على عش، تلاقيها بتدور في كل ركن، هنا وهنا وهنا على السطح، بتنقر في القش، بتحاول تستكشف الأماكن الضلمة والهدوء. تمام، تحاول تستكشف أماكن ضلمة هنا، أماكن ضلمة هنا، هدوء هنا، هدوء هنا.
فبتوصل من خلال ده لايه؟ بتوصل من خلال ده للهدوء اللي هي عايزاه، وبتدور على العش طبعا لان هي حاسه انه خلاص البيضه ايه؟ البيضه جايه. هي حاسه ان البيضه جايه، فبتلاقيها بتدور على المكان اللي هي هترتاح فيه وتطلع البيضه. كذلك برضو الصوت، بتبدا تطلع صوت كده هادي ومستمر كانها بتغني او بتنادي على البيضه، صوت عميق كده قريب شويه لصوت الحمام. تمام. الصوت الغريب ده برضو بيؤكد ان هي ايه؟ في حاله نفسيه مختلفه. انت اول مره تبقى تسمع الصوت ده، اعرف ان الصوت ده وراه حكايه، وراه حاجه، وراه انه الفرخه كبرت وبدات ايه؟ يبقى عندها استعداد ان هي تبيض. حلو. عندنا برضو ايه؟ نقطه مهمه جدا تتعلق بيه، ان هي بتنقر في الجير. هتلاقيها بتهجم على الجير المطفي كده او بودرة البلاط بشراهة، لان جسمها محتاج كالسيوم فورا علشان تكون القشرة. كل دي علامات ايه؟ علامات حضرتك لازم تجمعها كده بخبرتك وتشوفها مع بعض وتاخد منها ايه؟ تاخد منها اللي انت عايزه. ازاي بقى تجهز ليها المكان؟ اول ما تشوف العلامات دي لازم تتحرك على طول. في علامات كده ايه؟ لما تشوفها اللي احنا قلناها دي، العلامات الاخيره او كل العلامات، لازم تتحرك. تعمل ايه؟ تجهز العش، تحط سبت كده في قش او مكان على جنب كده متحوط في قش نظيف، مكان هادي بعيد عن الدوشه. تحط فيه بيضه بلاستيك او حتى بيضه قديمه عشان تعرف ان ده المكان الصح، بس يفضل طبعا بيضه بلاستيك او بيضه من الجير، بيضه لعبه يعني، عشان لو بيضه قديمه ممكن تاكلها وتتعب. تمام. كذلك برضو ايه؟ التغذية، ركز على العلف 21% بروتين، واديهم فيتامين د عن طريق تقديم أ د 3 ه، او عن طريق استخدام في دروب في المية، اتكلمنا عنها قبل كده في الفيديوهات السابقة. الهدوء يا جماعة الخير، ابعد عن الازعاج عشان ما تزنقش البيضة، لانه الفرخة لو مضطربة نفسيا ومش مستقرة او في ازعاج حواليها، ممكن البيضة تتحشر في مخرج البيض، تلاقيها اتحشرت في مخرج البيض كده ايه، ومخرج البيض اتسد، وممكن يحصل انقلاب رحم، ممكن يحصل نزيف، كل ده بسبب التوتر. لا، انت تحافظ على الموضوع تماما، وتمنع تماما اي دوشة حواليها او اي توتر حواليها ممكن يخلي خروج البيضة صعب. لو عملت كل التفاصيل دي يبقى انت كده جاهز بنسبة 100% انك ايه؟ يعني تستقبل البيض الجديد. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديدة اول باول. اشوفك على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.